طيب في حلقة النهاردة هعرفك تعمل ايه لو الاسانسير عطل بيك. طيب دلوقتي انا طالع بالاسانسير والكهرباء قطعت، او مثلا نازل والاسانسير وقف مرة واحدة. طيب اول حاجة ما تقلقش، الاسانسير مش هيقع بيك، ما تقلقش، مش هتتخنق وتموت، ما تقلقش من اي حاجة، الاسانسير مجهز لكل الحالات ديت. طيب دلوقتي ازاي تتعامل مع الموقف ده؟ اول حاجة طبعا جرب سجل الاسانسير مرة واتنين وتلاتة. طيب لو ما استجابش، في حالة ان الكهرباء قطعة لازما على الاقل تستنى دقيقتين، بحيث ان انت تتأكد ان جهاز الطوارئ مش هيشتغل، لان جهاز الطوارئ بدوره ان هو يوصلك لاقرب دور. طيب لو هو اشتغل في الخطوة اللي انا اقولك عليها ديت ممكن انت تتعور. ازاي تخرج من الاسانسير؟ طيب في حالات ممكن تخرج فيها، وفي حالات مش هقدر اخرجك فيها، لازما مساعدة من حد خارجي. ايه الحالات اللي ممكن تخرج فيها؟ لو الربع الفوقاني للباب قدامك هنا، يعني مثلا ده الربع الفوقاني للباب. ليه الربع الفوقاني؟ لان الكالون اهو، الكالون سواء هنا الجنب الشمال او الجنب اليمين، تمام، بيبقى الكالون في الربع الفوقاني. طيب هنخرج ازاي؟ الباب طبعا مش راضي يفتح. ليه؟ لان القايم ده تمام قافل الضلفه دي عن طريق ايه؟ عن طريق الكالون. طيب ازاي نفتح الكالون من جوه؟ شايف الدراع ده؟ الدراع ده بتزقه وتفتح الباب. خرجت، الباب فتح اهو، تقدر تخرج. طب لو انت بتزق الدراع ده وما بتزقش شبه كده، بص هنا بتزق اهو. طيب ممكن تجرب تشده، يعني بدل هتحط ايدك كده ماشي وتجرب تشده عليك، بدل ما بتزقه لجوه هتشده لبره هنا، تمام. طيب هشرح لك دلوقتي بطريقه اوضح. ده الدراع اللي انا كنت بقول لك زقه من جوه، تمام. الدراع اهو، انت بتزقه كده اللسان ده بيدخل لجوه، تمام. بتزقه كده اللسان ده بيدخل جوه. ليه بقى ممكن نشده لبره؟ لان الكامة اللي هي ده تمام ممكن تبقى متثبته الناحيه التانية، الناحيه هنا كده، وشها اللي هو مفتوح ده بيبقى الجنب ده، فالكامة ديت بدورها ان هي بتزق الدراع ده كده وترجع تاني. طيب ممكن تزقه من الناحيه التانية، دورها ان هي تزقه من الناحيه التانية، فبالتالي انت لازم تشده عشان اللسان ده برضه يدخل لجوه. لاحظ معاك الكامة وهي بتفتح دلوقتي، زقته ناحية جوه. طب وهي بتقفل، زقته ناحية بره. يبقى كده عرفنا ان الفتح ناحية جوه والقفل ناحية بره. طب ممكن يبقى العكس. طيب ايه الخطوة اللي بعد ما نفتح ونطلع؟ تمام، احنا فتحنا وخرجنا دلوقتي، هتيجي تقفل الباب، الباب مش راضي يقفل، لسه مفتوح. طبعا ده خطر، لازم الباب يتقفل. تقفله عن طريق ايه؟ عن طريق مفتاح الطوارئ، تمام. تحطه كده وتقفل زي ما انا شرحت لك قبل كده. طيب انت مش معاك مفتاح الطوارئ، تعمل ايه؟ طيب في طريقة ممكن تنفع وممكن لا. ايه هي؟ عن طريق ان انت ترزع الباب شوية كده، خلاص قفل. ممكن الطريقة دي تنفع وممكن لا. طب في حالة ان الطريقة دي ما نفعتش، ما ينفعش تسيب الباب وتمشي لحد ما الفني يجي او ان الباب يتقفل، لان طبعا ممكن اي طفل صغير يقع من البير هنا، تمام. ما تحاولش طبعا ان انت تبص، لان البير ضلمه وغويط، ممكن طبعا لو طفل وقع لا قدر الله يموت، تمام. فحاول ان انت ما تسيبش الباب وتمشي، تمام. طيب ايه هي الحالات اللي لازما تستعين فيها بشخص خارجي؟ طيب حالة زي دي، الكالون اللي هو اللوك بتاع الباب في الربع الفوقاني، الربع الفوقاني مش موجود دلوقتي، هنا الباب وهنا حيط، تمام. الربع الفوقاني مش موجود قدامي، مش ظاهر قدامي دلوقتي، لازما تستعين بحد خارجي يفتح لك الباب بمفتاح الطوارئ عشان تقدر تخرج. طب ولو قدامك كله كان حيط زي كده، يعني مفيش باب وكله حيط، لازما الشخص الخارجي اللي هيجي يساعدك لازما يبقى متابع الفيديو الاولاني عشان يقدر يخرجك
عن طريق المكنة فوق.